طلابنا حبايبنا في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم. دمتم سلاطين، دمتم فائقين، دمتم مسيطرين. حبايب قلبي كتاكيت تانية اعدادي، يا رب تكونوا بخير. حبيب قلبي لو خلصت الدرس الاول كشرح وخلصت الدرس الاول كحل واجبات، يبقى ده ميعادنا يا ابطال في المحاضره الثانيه. المحاضره الثانيه او الثانيه يا مستر باللغه العاميه بتتكلم عن ايه؟ قال لك بتتكلم عن موضوع الدرس الثاني عندنا بعنوان المعادن ومصادر الطاقة في قارتي آسيا وأوروبا. قلبي يا قلبي، لو اتكلمنا الدرس الأول أو المحاضرة الأولى عن القارات وعن الموقع الفلكي والموقع الجغرافي، واتكلمنا عن مظاهر السطح اللي هي الجبال والهضاب والسهول، فجينا الدرس الثاني علشان نتكلم يا قلبي على المعادن. يلا بينا يلا بينا يا وحش الوحوش. بص هنا الراجل قال لنا ايه؟ الراجل جه يكلمك وقال لك اولا انت عندك المعادن في قارتين، قاره اسيا وقاره اوروبا. انا مستر عايز اعرف المعادن في اسيا ايه والمعادن في اوروبا ايه، وكل المعادن حديد نحاس منجنيز بوكسايت تيتانيوم، معادن تقيله معادن خفيفه، هناخدها كمان شويه. طيب مستر ايه تاني هدرسه في الدرس ده؟ هتدرس يا قلبي مصادر الطاقة، سواء كانت مصادر الطاقة دي مقسومة لمصادر طاقة اسمها مصادر طاقة حفرية، يعني بنحفر ونطلعها من الأرض، أو مصادر طاقة متجددة، يعني مصادر الطاقة يا شباب بتكون مصادر متجددة لا تنفذ باستهلاك الإنسان. والحفرية عادة بتنفذ كلها زي الفحم والبترول والغاز. طيب مستر نبدا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يلا بينا يا ابطال. قال لك المعادن، اقول له يعد استخراج المعادن من المصادر المهمه للدخل القومي في قارتي اسيا وقاره اوروبا. مش فاهم يا مستر؟ اقول لك كمان بتخش في الصناعات. اديني مثل عشان افهم يا مستر. بص بقى يا قلبي، انا كدوله لقيت عندي ذهب كتير، يلا انا شاطر انت شاطر وانا فاهم ان انت شاطر، هنحفر ونطلع الذهب سواء عن طريق انشاء مناجم او سواء عن طريق ان احنا بنستخرجه. طلعت الذهب، اول حاجه هكفي السوق المحلي، يعني هنزل للاسواق عشان المواطنين المصريين ياخدوا حاجتهم من الذهب، ثم اللي هيفضل لي هبيعه عشان اكسب فلوس. يبقى على طول المعادن مصدر دخلي قومي. تاني، المعادن مصدر دخلي قومي. اخر مره، معادن مصدر دخلي قومي يعني بتزود الفلوس. يبقى الدخل القومي هنا معناها ان دي حاجه بتزود لي فلوسي، خلي بالك بقى عشان ما تنساش. طيب مستر المعادن كم نوع؟ بص بقى، انت المعادن عندك هتقسمهم الى ثلاث انواع من المعادن ليس لهم رابع. ايوه، مين هم بقى؟ قال لك عندي معادن اساسيه. ايه المعادن الاساسيه دي؟ معادن اساسيه ومعادن الصناعات الحديديه. يا ابني خلي بالك، المعادن الاساسيه اساس في كل دوله، لازم كل دوله تبقى موجوده فيها. عارف لو مش عندك المعدن ده هتضطر تستورده من بره. طب اديني مثل كده يا مستر. اقول لك الاساسيه حديد كروم نحاس منجنيز ونيكل. قولها كده، ايه المعادن الاساسيه؟ اقول له المعادن الاساسيه الحديد والكروم والنحاس المنجنيز والنيكل. عندي 5 معادن لازم يكونوا اساس عندي في اي دوله في الدنيا: حديدك، كرومك، نحاسك، منجنيزك، والنيكل بتاعك. طيب مستر ايه النوع التاني؟ قال لك النوع التاني المعادن اللي بنسميها المعادن الخفيفه، ودي عاده نوعين: نوع اسمه التيتانيوم ونوع اسمه البوكسايت. ده معدن يتميز بالخفه زي البوكسايت او زي التيتانيوم، وهناخده التيتانيوم عباره عن ايه وبيخش في صناعات ايه، وهناخده البوكسايت عباره عن ايه ويخش في صناعات ايه. وطبعا المعادن الاستراتيجيه والنوويه، وعندي معدن اسمه اليورانيوم، وطبعا اليورانيوم مرتبط اسمه بالمعادن النوويه، بالمعادن النوويه. طيب مستر يبقى انا كده هقول له بسرعه عشان ما تكعبلش. المعادن 3 انواع: اساسيه، صناعات حديديه، والمعادن الخفيفه استراتيجيه ومعادن نوويه. قول لي يلا، ايه الاساسيه؟ حديد كروم نحاس نيكل منجنيز. تاني، حديد كروم نحاس نيكل منجنيز. والخفيفه التيتانيوم وبوكسايت. طب والاستراتيجيه والنوويه؟ قال لك اليورانيوم. يلا بينا يا قلبي. بص بقى، انا راجل لقيته جايب لي خريطه بالمنظر ده، وانا لو ركزت فيها هيقول لي علامه الاكس ده الحديد. يعني انا لو بصيت في دولتي دوله السعوديه الاقي هنا حديد، بصيت في تركيا الاقي حديد، بصيت في اوكرانيا الاقي حديد، بصيت مش عارف في دوله روسيا الاقي حديد. يبقى اي علامه اكس ده اماكن وجود الحديد. اي علامه مربع باللون الرصاصي نحاس، وهكذا وهكذا. والخريطه دي هنرجع لها وهحفظها لك بطريقه حلوه. طيب مستر
يلا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف أهم المعادن الأساسية، إيه هي المعادن وإيه هي صناعتها، ونكمل فيما بعد. بص يا قلبي بقى، الراجل جه كلمك وقال لك تعالى يلا ناخده المعادن الأهمية والاستخدامات. عندي حديد، عندي كروم، عندي نحاس. هنتذكر دراسته في العام السابق عن أهمية هذه المعادن وهناخدها كمان شوية بالتفصيل. المنجنيز ممكن يخش في صناعة الصلب، بطاريات السيارات الكهربائية. هنخش يا قلبي على النيكل، هقول لك محركات الطائرات، بطاريات السيارات الكهربائية، لذلك إحدى المواد الخام الحرجة. ده معدن من المعادن الحرجة يا قلبي، يبقى دي معادن أساسية الخمسة اهو: حديد، كروم، نحاس، نيكل، منجنيز. تاني: حديد، كروم، نحاس، نيكل، منجنيز. هو الراجل قال لي والله تذكر الحاجات دي كنت واخدها السنة اللي فاتت في أولى إعدادي، تذكر بقى أهمية هذه المعادن، يعني مش هتخش لي قوي. بس أنا هنا بقى هتك على اتنين قوي. عندي معدن اسمه المنجنيز، يدخل في صناعة إيه؟ الصلب وبطاريات السيارات الكهربائية. وعندي معدن اسمه النيكل، محركات الطائرات، بطاريات السيارات الكهربائيه. ما هي طالما بطاريه يبقى السياره كهربائيه، عشان كده مواد خام حرجه. مواد خام حرجه. طيب مستر بالله عليك، يعني انا الكروم والنحاس والحديد انا المفروض افتكر هم كانوا بيستخدموا في ايه؟ مثلا كنا واخدين ان الحديد يدخل في الصناعات الحديديه والسيارات والكلام ده كله، بس الكلام ده طالما قال لي تذكر من السنه السابقه، فانا اي حاجه هكتبها الدنيا هتبقى تمام. والنحاس والكروم، وطبعا النحاس اسلاك كهربائيه وادوات كهربائيه والكلام ده. طيب يبقى انا كده اول معلومه هاخدها في المعادن الاساسيه الاستخدامات، وعليا اتنين اخلي بالي منهم: المنجنيز وكمان النيكل. يلا بينا يلا بينا. المنجنيز يدخل في صناعه صلب بطاريات السيارات الكهربائيه. طب النيكل يدخل في صناعه محركات الطائرات، بطاريات السيارات الكهربائيه. يبقى معنى كلام يا قلبي ان في شبه بين المنجنيز وبين النيكل. فلو قال لك ايه الشبه بين المنجنيز وبين النيكل، هتقول له كلاهما يتم استخدامهم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية. طيب مستر امشي معايا واحدة واحدة بقى، ايه المقصود بالمواد الخام الحرجة؟ ممكن بقى تقول لي يا مستر يعني ايه مواد خام حرجة؟ اصل انت قلت لي فوق خد بالك ان النيكل احدى المواد الخام الحرجة. ايه اللفظ ده؟ اقول لك يا ابني، المواد الخام الحرجة هي مواد محدودة الوجود في الطبيعة. دي مواد خام بس للأسف محدودة الوجود في الطبيعة، يعني كميتها قليلة قوي، ذات أهمية اقتصادية كبيرة حيث تدخل في إنتاج الطاقة النظيفة. يبقى نقول تاني يا شباب: المواد الخام الحرجة مواد خام محدودة الوجود ذات أهمية اقتصادية كبيرة تدخل في إنتاج الطاقة النظيفة. دي مادة قليله مهمه جدا، لها اهميه اقتصاديه، بتجيب لي فلوس، بتدخل في صناعه الطاقه النظيفه. طيب مستر ممكن تقول لي بقى الانتاج، كل معدن بيتم انتاجه فين وبيتم انتاجه قد ايه ومين اولى الدول فيه؟ وعامل لك مفاجاه بعد ما نخلص الحته التقيله دي، عامل لك اغنيه صغيره تحفظك الدول المنتجه لده. بس سيب الاغنيه وتعالى نحفظ واحده واحده. بص بقى يا قلبي، الراجل قال لك لو جينا توكلنا على الله وصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالراجل قال لك تعالى لي بقى يا وحش هنا. الحديد، قول لي يلا مستر بقى. الحديد بص انتاجها العالمي اكتر من تلتين الانتاج، يبقى اقول له الحديد اكتر من ثلثي الانتاج. الاولى تبقى الصين، الاولى تبقى الصين، اولى الدول المنتجه في اسيا الصين. ورغم ان هي الاولى ولكنها بتستورد كميات كبيره من الخارج للاسف، لان انتاجها ما بيكفيهاش. بمعنى قال لك رغم ذلك تستورد كميات ضخمه من الحديد لتغطيه الاستهلاك. كده خلصت من اسم. طب انا لو عايز احفظها مستر ممكن اقول له كده: الحديد يلا مع بعض: الحديد معادن اساسيه اكتر من تلتين الانتاج. الصين هي الاولى بس الانتاج لا يكفي الاستهلاك. تاني: الصين هي الاولى بس الانتاج لا يكفي الاستهلاك، عشان كده بجيب من بره. دي في اسيا. طيب مستر اوروبا، قال لك اوروبا يا شباب بتنتج 6.5%، بتنتج يعني هنا تلتين الانتاج العالمي وهنا 6.5%. مين الاولى في الحديد في قاره اوروبا؟ قال لك روسيا، وياتي معظم انتاج القاره من روسيا نفسها. يبقى انا كده كحديد اولى الدول في الحديد، اقول له اولى الدول فين؟ انت عايز مني قاره اسيا ولا عايز اوروبا؟ لازم يبقى محدد.
قال لي عايز اسيا، اقول له الصين هي الاولى في الانتاج بس الانتاج لا يكفي الاستهلاك فتقوم بالاستيراد من الخارج. طب اوروبا 6.5% الاولى روسيا. خدها ببساطه واحفظها بذكاء. طيب مستر، عندي الكروم. ماشي يا قلبي. قال لك لو جينا على الكروم يا ابطال، قال لك اكتر من ثلث الانتاج، اكتر من تلت الانتاج موجود في قاره اسيا. خد بالك انا هنا في اسيا. اكتر من تلت الانتاج جاي في اسيا. مين الاولى؟ الهند وتركيا. الهند الاولى وتركيا هتيجي في المرتبه الثانيه، اهم الدول المنتجه. طب قاره والنبي اوروبا برضه في الكروم 6.5%. طب مين الاولى؟ فنلندا. دوله اسمها فنلندا، وهاخد ديك مكانها على الخريطه، بس نخلص معادننا واقول لك ازاي تحفظ المعادن. يبقى نقول تاني يا ابطال عشان ما ننساش. مستر، الحديد اكتر من ثلثي الانتاج، الصين هي الاولى بس الانتاج لا يكفي الاستهلاك فتقوم بالاستيراد من الخارج. اما اوروبا 6.5 والاولى تبقى روسيا. اما الكروم تلت الانتاج في اسيا الهند ثم تركيا. اما اوروبا فنلندا تبقى الاولى. ده بس دردشه للمعلومات، في اغنيه عظمه هتحفظك اوائل الدول. طيب مستر كملنا في اسيا ومشينا، يلا بينا يلا بينا. الراجل قال لك انت عندك النحاس، قال لك اكتر من خمس الانتاج، انتاجه تقريبا خمس الانتاج العالمي بيجي من اسيا. مين الاولى وانت مغمض؟ الصين. طب اوروبا في 10% بيجوا لي من دوله روسيا، اكتر من نص انتاج القاره. يبقى انا كده خدت 3 معادن مراجعه سريعه يا ابطال، يلا بينا. الحديد اسيا بتنتج قد ايه؟ اكتر من ثلثي الانتاج، تلتين الانتاج. طب اوروبا 6.5 الاولى في اسيا، الصين والانتاج ما بيكفيش. طب اوروبا روسيا. شكرا يا حديد. الكروم تلت الانتاج في اسيا والاولى هند وتركيا. طب اوروبا 6.5 الاولى فنلندا. طب ارجع يلا للنحاس، اكتر من خمس الانتاج ما تفكرش، اولى الصين. طب اوروبا 10% وما تفكرش، الاولى روسيا. طيب مستر، قال لك المنجنيز بقى. الراجل لو جالك على المنجنيز فقال لك 13.5%، الصين ثم الهند، ده المنجنيز. قال لك ياتي منهما معظم الانتاج. اما اوروبا المنجنيز قليل قوي 2% تقريبا، اوكرانيا ياتي منها معظم الانتاج. يعني كده الاولى في المنجنيز هتبقى اوكرانيا في اوروبا، الصين وهند في اسيا. مستر النيكل، قال لك النيكل نحو ثلثي الانتاج. تاني النيكل نحو ثلثي الانتاج. قال لك الاولى اندونيسيا ويقترب في اوروبا من 10%، وروسيا هي الاولى وروسيا هي الاولى. كده يا بطل الابطال انت خلصت معايا حاجه اسمها المعادن الاساسيه. تيجي نراجع عليها مراجعه سريعه بقى عشان ما نتكعبلش. يلا بينا يا قلبي. مستر اخدها من الاول. مستر لو جه قال لي اهميه هذه المعادن واستخداماتها، اقول له والله الحديد انا عارفه من السنه اللي فاتت يدخل في معظم الصناعات. اما الكروم فانا برضه عارفه من السنه اللي فاتت، والنحاس عارفه من السنه اللي فاتت. معنى كده ان المعادن دي عليها اسماء بس. امال انا احفظ اهميه ايه؟ المنجنيز صلب بطاريات السيارات. طب النيكل محركات الطائرات، بطاريات السيارات، وهو من المواد الحرجه. مستر هو يعني ايه ماده حرجه دي؟ قال لك مواد خام محدودة الوجود في الطبيعة ليها أهمية اقتصادية تدخل في إنتاج الطاقة النظيفة. ممتاز يا قلبي. طب يا مستر قول لي إنتاجنا بيجي إزاي؟ بص بقى، حديد. هقول له الحديد في آسيا تلتين الإنتاج، الصين هي الأولى بس الإنتاج لا يكفي الاستهلاك فبنستورد من الخارج. أما أوروبا 6.5 وروسيا هي الأولى. مستر خش على الكروم، تلت الانتاج في اسيا هند تركيا. ماشي. 6.5 في اوروبا وفنلندا الاولى. طب يا مستر خش لنا على النحاس، خمس الانتاج اسيا الصين، ما تفكرش كتير، 10% في اوروبا والاولى روسيا. وروسيا هنا تحسب دوله اوروبيه. مستر انا عندي المنجنيز 13.5%، الصين ثم الهند ومعظم انتاج القاره. طب 2.5 2%، انا اسف، والاولى تبقى اوكرانيا. وهحفظها لك بطريقه حلوه خليك فاكر. طب مستر النيكل تلت الانتاج اندونيسيا ويقترب من 10%، وموجود فين؟ موجود في دوله اسمها دوله روسيا. شفت كل المعادن دي بكل الدول؟ تعالى بقى اديك الاساسيه وهديك الاغنيه متقطعه وانت بقى جمعها مع بعض بقى. قلبي احفظ ازاي بقى يا مستر كل الدول دي؟ اقول لك تعالى بقى بالاغنيه، اكتبها ورايا لو انت جدع.
المعادن قلبي بتزود دخل قومي، تتقسم لتلاتة تتقسم لتلاتة، معادن أساسية وخفيفة شوية ومعادن نووية ومعادن نووية. دخلت قارة آسيا قلت لها حديد فين؟ قالت لي في الصين وفي أوروبا روسيا وفي أوروبا روسيا، والمانجا مية مية صلب وبطارية في القارة الآسيوية، الصين والهند دولية وأوروبا أوكرانيا وأوروبا أوكرانيا، نيكل يا حاجة مواد خام حرجة، آسيا إندونيسيا وأوروبا روسيا. أول ما صحيت من النوم رحت الهند وتركيا، رحت أجيب الكروم. الكروم ده في فنلندا، أنا فاكرة مش ناسية، أنا فاكرة مش ناسية إن يلا مع بعض، أنا فاكرة مش ناسية نحاس الصين وروسيا، أنا فاكرة مش ناسية نحاس الصين وروسيا. شكرا قلبي يا بطل. والله العظيم أغنية صغيرة خلصت لي أوائل الدول في الخمس معادن اللي هي مشكلة عند معظم زمايلي، ولسه هكمل لك عليهم الجزء اللي بعده بتاع المعادن الخفيفة والمعادن النووية. بص يا قلبي، لو انت راجل ما بتحبش الاغاني اديك انت شفت الشرح واشتغل بيه، بتحب الاغاني هتسهل لك حاجات كتير. طيب مستر، اهم المعادن الخفيفه في قاره اسيا واوروبا. بص بقى يا قلبي، انا عندي تيتانيوم. بص يا حبيبي، تيتانيوم معدن خفيف حلو. الاهميه والاستخدامات، انا بقول له التيتانيوم معدن خفيف وصلب. ليه بقى؟ قال لي بيخش في 3 حاجات: هياكل طائرات، صواريخ، اجهزه طبيه. فانا بقول له التيتانيوم من المعادن الخفيفه اللي بيخش في كام حاجه؟ 3. ايه اهميه التيتانيوم؟ يدخل في 3 صناعات. ايه هما؟ الصواريخ والاجهزه الطبيه وهياكل طائرات. الطياره اللي بتطير في الجو المعدن بتاعها تيتانيوم خفيف عشان تقدر تطير بمنتهى الحريه وبسرعه. طب بما تفسر ليه بقى؟ ليه بيخش في صناعه هياكل الطيارات او حتى الصواريخ او الاجهزه الطبيه؟ اقول له لانه يتميز بخفه وزنه وصلابته العالية ومقاومة للتآكل. ده بقى خفيف الوزن وصلب جدا وصعب جدا يتاكل، باللغة العامية يصدي، يعني مش شبه الحديد ممكن مع الوقت يتاكل ويصدي ويبوظ. طب ماشي يا مستر، ده كده اول معدن التيتانيوم. طب البوكسايت او البوكسيت؟ قال لك يدخل في صناعة الالومنيوم، ده المادة الخام الرئيسية في صناعة الالومنيوم. الله اكبر عليك يا قلبي، اللي هو الطبق الخفيف اللي عندنا في البيت. مستر، يبقى تاني نوع من انواع المعادن. اقول له المعادن الخفيفه وموجوده في اسيا وفي اوروبا. استخداماتها يا مستر: التيتانيوم عنده 3 ميزات: الصلابه العاليه ومقاومه للتاكل وخفيف الوزن، فيخش في 3 صناعات: الاجهزه الطبيه، الصواريخ، وهياكل طائرات. احفظها زي. طب مستر البوكسايت؟ قال لك يدخل في صناعه الالومنيوم. طيب مستر، انا عايز اعرف اهم المعادن واهم الدول. ادي يا عم المعادن الخفيفه بالدول. بص يا قلبي بقى، هو الراجل قال لك التيتانيوم. اقول له ياتي في المركز الاول من حيث من حيث تاتي في المركز الاول قاره اسيا. ليه بقى؟ بتنتج خمس الانتاج. مين الاولى؟ ما تفكرش كتير، الصين معظم انتاج القاره. طب انتاج اوروبا 5% بس. طب اهم الدول المنتجه له؟ قال لك النرويج واوكرانيا، وياتي معظم انتاجها القاره من هؤلاء او من هذه الدول. مستر واحده واحده، انا لاحظت حاجه غريبه قوي هنا. خمسين يعني، هنا يا شباب خمسي يعني 2 على 5. خمسين الانتاج بيجي من اسيا. ليه واوروبا قليله قوي كده للدرجه اللي هي مثلا يا مستر ممكن تكون 5%؟ قال لك والله عشان اسيا مساحتها كبيره، والسؤال ده هيجي لنا كمان شويه. خش على السؤال اللي بعده. الراجل قال لك البوكسايت بقى. ماله البوكسايت يا مستر؟ قال لك ياتي في المركز الاول عالميا من حيث يبقى، قال لك تنتج نحو خمسي الانتاج. خد بالك اسيا في البوكسايت بتنتج خمسين الانتاج، يبقى كده اسيا الاولى تيتانيوم، اسيا الاولى بوكسايت. طيب مستر مين الاولى؟ الصين برضه. يبقى كده خلاص بقى المعادن الخفيفه الصين هي الاولى، ما تفكرش، اسيا الصين. طب 2.5% روسيا بتيجي معظم الانتاج منها. طب عندي سؤال بقى، بيقول لك خلي بالك بما تفسر انتاج اوروبا من البوكسايت بيبقى قليل. اقول له لان البوكسايت يتركز في معظم انتاج العالم من البوكسايت في المناطق المداريه. وانا وانت عشان ذاكرنا الدرس الاول كويس قوي والسؤال جبته لك اهو بالتفصيل، بما تفسر يقل انتاج البوكسايت في قاره اوروبا. اقول له بسبب عدم توفر المناخ الملائم مثل المناخ المداري اللازم لتكوين خام البوكسايت. البوكسايت بيتكون في المناخ المداري. قال لك في قاره اوروبا حيث تقع معظم اراضيها في المنطقه المناخيه المعتدله الشماليه، في المنطقه المناخيه المعتدله الشماليه. طيب يا مستر، عندي بقى اخر معادن، عندي معادن اسمها
المعادن الاستراتيجية والنووية. أقول لك صح، عندي معدن اليورانيوم. أنت قول لي يلا مستر، إيه أهم الاستخدامات؟ قال لك يستخدم في صناعات نووية كمصدر للطاقة النووية. ماشي يا مستر. اليورانيوم الإنتاج العالمي آسيا بتديك نص الإنتاج. ماشي. أهم الدول المنتجة لها، قال لك أهم الدول هتبقى كازاخستان أولى دول القارة إنتاجا لها، أما أوروبا حوالي 6%، وما تفكرش روسيا هي الأولى في هذا الإنتاج. يبقى روسيا هتكون الأولى في هذا الإنتاج. وهنا نوصل لسؤال مهم قوي، بيقول لي بما تفسر إنتاج المعادن الخام في قارة آسيا مرتفع عن قارة أوروبا. أقول له تعالى لي بقى، ده أنا عندي هنا يا مستر 4 أسباب. اول سبب ان اسيا بتنتج كتير، مش واحنا مغمضين. اتساع مساحه قاره اسيا مقارنه باوروبا، اسيا كبيره ففيها معادن كتيره، يبقى اتساع مساحه قاره اسيا. 2، تنوع الصخور الموجوده في قاره اسيا. صخور اسيا متنوعه، فيها صخور ناريه وصخور متحوله، اللي انت كنت واخدها السنه اللي فاتت. فيها صخور ناريه وصخور متحوله، ودي بتديني نوع من المعدن ودي بتديني نوع تاني من المعدن. وتتعرض مساحات كبيرة في قارة آسيا إلى حركات بطنية قوية مقارنة بأوروبا. آسيا فيها حركات بطنية اللي أنت كنت واخدها في أولى إعدادي برضه، والحركة الالتوائية والحركة الانكسارية. آسيا فيها الحركات دي كتير، ودي اللي بتوصل المعادن. تاني حاجة يا شباب، نفاذ كميات كبيرة من الخام المعدني الأوروبي، وده بسبب طول فترة الاستخراج التي بدأت مع الثورة الصناعية في منتصف القرن ال 18. تعال نفهم نقطة نقطة. بص يا قلبي، لو الراجل جالي باحترام وادب وجا وقال لي يا مستر ليه انتاج المعادن الخام في قاره اسيا مرتفع عن انتاج المعادن في قاره اوروبا، اقول له 1، اتساع مساحه اسيا مقارنه باوروبا. 2، اقول له تنوع الصخور الموجوده في اسيا مقارنه باوروبا. 3، تعرض اسيا لحركات باطنيه كبيره مقارنه باسيا. 4، اوروبا نفذ منها المعادن لانها بتستخرجها من زمان جدا جدا جدا. من امتى ده يا مستر محمد؟ اقول لك من منتصف القرن ال 18 لما بدات الثوره الصناعيه بتاعتهم. طيب، كل الدول اللي حضرتك قلت لي عليها دي بتيجي على الخريطه؟ طبعا. بيجي يقول لك دوله اولى في انتاج الحديد ويجي يحط لك رقم عليها، او دوله كذا ويحط لك رقم عليها. طب انا ازاي احل الخريطه؟ بص يا قلبي بقى، انا عشان اقدر احل الخريطه لازم اعرف مكان الدوله على الخريطه. فانا هطلب من سيادتك انك تركز معايا في الحته الصغنطوطه قوي دي. ايه هي بقى الحته الصغيره دي؟ عايزك يا وحش الوحوش نحفظ اوراسيا، بعض الدول المهمه قوي وفي اوروبا. يعني انا هديك شفره كده، انت مش لازم تعرف ايه المعدن، بس انت هتعرف مكان الدوله، كده كده انت عرفته لانك لسه مذاكره معايا. فانت راجل هتيجي تقول لي اوراسيا اكبر دوله بتيجي في الشمال وبتاخد مساحه كبيره جدا 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 جدا، دوله اسمها روسيا الاتحاديه. دوله اسمها روسيا اللي يبقى دي كده اسمها روسيا الايه يا شباب؟ الاتحاديه. دي موجوده فين؟ قال لك شمال اوراسيا، شمال دوله شمال قاره اوروبا وقاره اسيا. قال لك تاني دولة عندنا مهمة جدا الهند، ودي بتيجي في حرف السبعة اللي هي هضبة الدقن اللي انت حافظها. تاني دولة برضو في الشرق هنا واسمها دولة الصين. يبقى الهند والصين، الهند وايه يا شباب؟ والصين. عايز احفظ التلاتة دول ونمشي خطوة خطوة بقى. وطبعا انا هقول له هنا بقى بالراحة كده، هقول له ودي تحفظها معايا. شاور على الخريطة بتاعتك يلا. روسيا شمال اوراسيا، الهند والصين في اسيا. تاني يا قلبي دول لازم تحفظهم، كل ما احط رقم عليهم وانت عارف هم ايه من غير ما تقرا السؤال. يلا، روسيا شمال اوراسيا، الهند والصين في اسيا. كده اول 3 دول عايزك تحفظهم. يلا نكمل يلا نكمل. قلبي انا عندي بحر هنا انت راجل حافظه في الحدود بين القارتين في الدرس الاول، اسمه البحر الاسود. تحته دوله مهمه اسمها تركيا بتاعت الكروم، صح سامعك. وفي دوله اسمها اوكرانيا بتاعت المنجنيز، برافو عليك صح سامعك. يبقى اقول له عايز احفظ دول كمان، احط ايدي على البحر الاسود واقول له ال5 دول مع بعض بقى خلي بالك منهم. هقول له روسيا شمال اوراسيا، الهند والصين في اسيا، تركيا تحت الاسود، واللي فوقيه اوكرانيا. شكرا يا قلبي، والله العظيم شاور عليهم 5 دول اتفرموا قدامك. ماشي يا مستر، طب انا خدت دي وخدت دي وعرفتهم. مستر فاضل لي حاجه تانية. هقول له بقى اما شمال اوروبا فنلندا والنرويج، والنبي احفظهم لي، هناخد النرويج كمان شويه في مصادر الطاقه. فنلندا والنرويج، عظمه يا قلبي. مستر لو انا حفظت بالطريقه دي والله العظيم تلاقي الدنيا بقت تمام. طيب مستر، انت كنت وعدني ان انت هتقول لي اغنيه المعادن كلها، انت عطيتني الاساسيه، فاضل لي الخفيفه وفاضل لي النوويه.
عشان بعد كده نخش على مصادر الطاقة. أقول لك يلا بينا قلبي ناخد الأغنية كاملة بقى. يلا بقى قلبي ناخد الأغنية الكاملة، يلا بينا. المعادن قلبي بتزود دخل قومي، تتقسم لتلاتة: معادن أساسية وخفيفة شوية، ومعادن نووية، ومعادن نووية. دخلت قارة آسيا قلت لها حديد فين؟ قالت لي في الصين، وفي أوروبا روسيا، وفي أوروبا روسيا. المانجا مية مية، صلب وبطارية في القارة الآسيوية. الصين والهند الدولية، وأوروبا أوكرانيا، وأوروبا أوكرانيا. النيكل يا حاجة مواد خام حرجة. آسيا إندونيسيا، وأوروبا روسيا، وأوروبا روسيا. أول ما صحيت من النوم رحت الهند وتركيا، رحت أجيب الكروم. إيه الكروم ده؟ في فنلندا. أنا فاكرة مش ناسية نحاسين وروسيا، أنا فاكرة مش ناسية نحاسين وروسيا. اوعى اوعى تنسى التيتانيوم. التيتانيوم فين؟ آسيا في الصين. التيتانيوم شيك، أوروبا أوكرانيا ومعاها النرويج. البوكسايت فين؟ آسيا في الصين، وأوروبا روسيا، وأوروبا روسيا. فين؟ اليورانيوم فين؟ آسيا كازاخستان، وأوروبا روسيا، وأوروبا روسيا. احفظها يا قلبي وإن شاء الله الدنيا تبقى تمام. طيب مستر، جينا ودخلنا على الجزء الثاني من الدرس: مصادر الطاقة في قارتي أوروبا وآسيا. يلا يا قلبي يلا يا قلبي. اوعى تنسى ان اي نهضة في الدنيا لو جينا اتكلمنا فهقول لك اي نهضة هتبقى موجودة عندنا يعتمد قيام النهضة الاقتصادية في العالم على الطاقة التي تتوفر في قارة أوروبا وآسيا. لازم طاقة عشان تعمل نهضة صناعية. طيب أول نوع من أنواع الطاقة هيكون إيه؟ قال لك أول نوع من أنواع الطاقة هيكون عندك مصادر الطاقة الإحفورية. كلمة إحفورية خدها من اسمها، أنا لازم أحفر وأطلع مصادر طاقة. يعني باللغة العامية دي بتيجي من باطن الأرض. يلا يا قلبي قول لي إيه اللي بيطلع من باطن الأرض يا حبيب قلبي من جوه؟ أقول لك 3 معادن أو 3 مصادر طاقة: فحم، وده بيبقى في صورة صلبة يعني بيطلع كتل، وعندي البترول وده بيبقى في صورة سائلة بيطلع سائل، وعندي يا مستر حاجة اسمها الغاز الطبيعي وده أنا وأنت وإحنا مغمضين بيطلع في صورة غازية. الله ينور عليك يا قلبي. طيب مستر، يبقى أنا هقول له كده: الطاقة الإحفورية فحمية بترول وغاز. حلو. عكس الطاقة الإحفورية بقى، قال لك عكس الطاقة الإحفورية عندك مصادر الطاقة المتجددة زي الطاقة الشمسية، الشمس متجددة ما بتخلص بتطلع كل يوم. الطاقة الكهرومائية، مية الكوكب مش بتخلص. وطاقة الرياح، عمر ما الرياح بتقف. يبقى المتجددة شمسية كهرومائية وطاقة الرياح. خلي الخريطة يا قلبي هنرجع لها ونحفظك الدول اللي هناخدها عليها. طيب مستر، مصادر الطاقة الإحفورية. بص بقى يا قلبي، الراجل جه كلمنا وقال لنا خد بالك ظل الفحم حتى بداية القرن العشرين اللي هو القرن الماضي المصدر الأول للطاقة في العالم، حيث كان يمثل ثلثي الطاقة المستخدمة، وقد تراجعت نسبته تدريجيا حتى وصلت إلى ربع الطاقة بعد ما كان تلتين بقى ربع الطاقة عام 2023، والمتوقع أن تنخفض هذه النسبة في المستقبل. يجي طالب حبيب قلبي من جوه يقول لي يا مستر محمد هو ليه الفحم بيسيبوه كده ويروحوا لمواد تانية؟ قال لك لان الفحم عنده مشكله كبيره، ليه انبعاثات من غاز ثاني اكسيد الكربون بتلوث البيئه، بتلوث البيئه بشكل كبير جدا جدا جدا. طب يلا بينا قلبي يلا بينا. هتقول لي ايه بقى؟ هتقول لي الفحم. يلا بينا يا ابطال. هقول له الفحم ظل الفحم حتى بداية القرن الماضي. يلا مع بعض: ظل الفحم حتى بداية القرن الماضي. حتى بداية القرن الماضي. ماله بقى مستر الفحم اللي حتى بداية القرن الماضي ده؟ قال لك ظل حتى بداية القرن الماضي القرن العشرين المصدر الرئيسي للطاقة، كان تلتين الإنتاج ثم أصبح ربع الإنتاج عام 2023. ليه؟ عشان بيلوث البيئة. طب أنا لو عايز أحفظ الحتة دي أقولها إزاي؟ أقول له الفحم، يلا مع بعض: ظل الفحم حتى بداية القرن الماضي العشرين. تاني: ظل الفحم حتى بداية القرن الماضي العشرين ايه المصدر الرئيسي للطاقة، كان تلتين الانتاج ثم اصبح ربع 2023. قارة اسيا انتاجها من الفحم. خد بالك اسيا متوحشة في الفحم. ليه؟ قال لك بتنتج 75% من الانتاج العالمي، وعلى الدوري الصين هي الاولى، الصين اولى فحم، وبتيجي منها بس نص انتاج العالم من الفحم. ماشي يا مستر؟ قارة أوروبا بتنتج 6%. يا لهوي، آسيا 75 وأوروبا 6%. أولى الدول روسيا في إنتاج الفحم. طب بما تفسر
ليه ارتفاع قارة آسيا من الفحم بالشكل الكبير قوي ده؟ ده أنا يا مستر ممكن أقول لك إن آسيا بتديني 75% بينما أوروبا هو كاتب لي هو بتديني 6 بس في المية. بص يا قلبي، هنا بقى نرجع له للقصة بتاعته. هتقول له بما تفسر ارتفاع إنتاج قارة آسيا من الفحم؟ أقول له بسبب واحد، توفر كميات كبيرة من الفحم في القارة، في فحم كتير جدا في آسيا. الاعتماد على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة المستخدمة في العديد من الصناعات، خاصة صناعة الصلب اللي هم بيجيبوا الحديد وبيخلوه صلب. يبقى أنا كده راجل فهمت الفحم وعرفت إيه أهمية الفحم. خش على اللي بعده يا قلبي وهو البترول. يلا بينا. بص بقى، قال لك الأهمية والاستخدامات. قال لك البترول أهم مصادر الطاقة. ليه بقى؟ بيولد الطاقة الكهربائية ويستخدم في وسائل النقل. كده واحد، ايه أهمية البترول؟ يدخل في توليد الطاقة الكهربائية ويستخدم في مواد أو بيستخدم في وسائل النقل. يعد مادة خام للصناعات زي البتروكيماويات الحديثة والصناعات المعدنية. يخش في صناعة البتروكيماويات وبعض الصناعات المعدنية، ويؤثر بشكل كبير في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية. فانا لو عايز الخص اهميه البترول قولها معايا بقى. البترول له اهميه. تاني، البترول له اهميه، يستخدم في النقل، توليد الطاقه الكهربائيه. يستخدم في النقل، توليد الطاقه الكهربائيه، صناعات معدنيه، صناعات بتروكيماويه. يؤثر في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدوليه. طيب قول لي يا مستر، قارة آسيا هننتج منها قد إيه؟ قال لك قارة آسيا يبلغ إنتاجها خمسي الإنتاج العالمي. آسيا خمسين الإنتاج العالمي. نقول تاني يا قلبي، آسيا خمسين الإنتاج العالمي. طيب يلا قول لي، أهم الدول في قارة آسيا؟ قال لك أهم الدول هتكون السعودية، تتصدر دول الإنتاج في آسيا. أما بقى في قارة أوروبا فيبلغ الإنتاج خمس الإنتاج، هنا خمسين هنا خمس. روسيا الأولى. شكرا. يبقى على طول البترول، السعوديه في اسيا، روسيا في اوروبا. وفي معلومه للاطلاع كده ندردش فيها سوا. عارف انا العرب في حرب اكتوبر يا قلبي؟ في حرب اكتوبر استخدموا البترول كوسيله للضغط على الدول الكبرى المسانده لاسرائيل. كل دوله كانت بتساعد اسرائيل العرب منعوا تصدير البترول اليها. فكانت كارثه وقعت على دماغ مين؟ برافو عليك، وقعت على دماغ الناس اللي كانوا بيساعدوا الاحتلال. مستر، عندي الغاز الطبيعي. يلا بينا يا قلبي، يلا بينا يا وحش. بص بقى يا قلبي، الراجل جه كلمك وقال لك الاهميه والاستخدامات. لو ناخد الغاز الطبيعي قال لك خد بالك بقى ان الغاز الطبيعي مصدر هام للطاقه واصبح منافس قوي للبترول. ليه بقى؟ قال لك بسبب سهوله استخراجه وتكلفته المنخفضه وقله تلويثه للبيئه ورخص ثمنه. خد بالك بقى، انا كنت بقول لنفسي اول ما اشوف الغاز الطبيعي اديله 3 كلمات اللي هم سهل، رخيص، اقل تلويث. احفظها كده يا قلبي. الغاز الطبيعي سهل، رخيص، اقل تلويث. سهل النقل، رخيص الثمن، اقل تلويث للبيئه. بس هنا بقى يبقى سهل الاستخراج، بقول له سهل الاستخراج، اقوى، رخيص الثمن، اقل تلويث للبيئه. حلو. اسيا، قال لك اسيا يا شباب بتنتج منه تلت الانتاج العالمي، واولى قارات العالم انتاجا له هي قاره اسيا. اولى الدول بقى في انتاج الغاز دوله ايران ثم الصين، وكل منهما بينتج معظم انتاج اسيا. اما اوروبا عندي خمس الانتاج بيجي منها، والاولى النرويج. كده انا عندي ايران جديده والسعوديه جديده والنرويج جديده، لازم ابص عليهم. طيب هنرجع تاني للاطلاع فقط بقى، يعني دي حاجه تقراها بس. الغاز بيخش في الصناعه، اكيد كلنا عندنا في البيت البوتاجاز بيشتغل بالغاز، وبرضه بيستخدم كوقود للسيارات. مستر، زي ما عندي مصادر طاقه حفريه فعندي مصادر طاقه متجدده. طب ما تقول لي يا مستر بقى، بما تفسر تحظى الطاقه المتجدده باهتمام كبير ومتزايد في العالم خلال العقود الاخيره. ليه بقى الطاقه المتجدده العالم كله اهتم بيها في العقود الاخيره؟ قال لك بص بقى، لانها واحد، طاقه نظيفه غير ملوثه للبيئه. اتنين، تنتج عن مصادر طاقه غير قابله للنفاذ. يا ابني الطاقه الشمسيه، الشمس كل يوم هتطلع. يا ابني الرياح كل يوم في هواء. يا ابني الميه مش هتخلص. يبقى اقول له ليه اعتمدنا على الطاقه المتجدده؟ طاقه نظيفه غير ملوثه للبيئه، تنتج من مصادر طاقه غير قابله للنفاذ. قال لك بعد كده متوفره في معظم مناطق العالم، مفيش منطقه ما فيهاش شمس، مفيش منطقه ما فيهاش رياح. يساعد زياده الاعتماد عليها في انخفاض انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون، وانخفاضا كبيرا بحلول عام 2050 متوقعين ان هو هيقل. طيب
قول لي بقى ايه المصادر دي، وايه اولى الدول اللي بتنتجها، وايه اهميتها. يلا بينا نخش واحده واحده. انا لو جيت قلت الطاقه الكهرومائيه اللي هي بتيجي من السدود، ميه بتمشي وشلال بينزل فعلى طول بيبقى فيه سدود. قال لي انتاج عالمي، قال لي نصف الانتاج بيجي من الكهرومائيه، بيجي من اسيا، وذلك لكثره الامطار والانهار، بما تفسر اسيا انتاجها كبير جدا في الطاقه الكهرومائيه بسبب كثره الامطار والانهار. طب اهم الدول ما تفكرش، الاولى الصين بص، اسيا المتجدده الثلاثه الصين. بص، الاولى الصين، الاولى الصين، الاولى الصين، خدها قاعده بقى. اي طاقه متجدده في اسيا الاولى تبقى الصين. طب طاقه الرياح، قال لك نصف الانتاج بيجي من اسيا. طب الطاقه الشمسيه ثلثي الانتاج. يبقى انا كده مثلا مش يبقى نص نص، يبقى الرياح شبه الكهرومائيه وثلثي الانتاج. الاولى في اسيا على طول تكون الصين. اوروبا كهرومائيه 16%، روسيا اكبر دول القاره انتاجا لهم. عندي بقى طاقه الرياح، قال لي ربع الانتاج، المانيا الاولى انتاجا لهم. اما الطاقه الاخيره الشمسيه، برضه المانيا الاولى انتاجا له بخمس الانتاج. يبقى انا اقدر اقول له المانيا رياح شمسيه، اما روسيا طاقه كهرومائيه. ماشي يا مستر؟ عندي مشكلات ممكن تواجهني في عمليه التعدين. طبعا كده انت عرفت ازاي بتحفر وازاي بتطلع حاجتك. اول مشكله بقى يا قلبي، وركز في المشاكل. قال لك ينتج عن النشاط التعديني انبعاثات كبيره من غاز ثاني اكسيد الكربون، مما يتسبب في حدوث تغيرات مناخيه. وانت بتحفر بتستخدم الات دي بتستخدم بالبترول والبنزين والكلام ده. الالات وهي بتحفر بتطلع غاز ثاني اكسيد الكربون يغير الجو، يعمل تغيرات مناخيه. تستخدم في عمليه التعدين السطحي والباطني مواد كيميائيه ضاره تتاثر او تنتقل او تختلط بمياه الامطار وتنتقل الى الانهار والمياه الجوفيه. في بعض الاماكن في المناجم بتبقى التربه صلبه قوي، بيحطوا عليها مواد كيماويه عشان يخلوا التربه دي خفيفه. المواد الكيماويه دي صعبه مضره، لو نزل شويه مطر تتصرف في باطن الارض او تروح للانهار. الارتفاع الكبير في تكاليف الانتاج، ارتفاع تكاليف العماله في قاره اوروبا مقارنه باسيا، الى جانب ارتفاع تكلفه استخراج المواد المعدنيه في المناطق النائيه. وكلمه نائيه يعني منطقه ما فيهاش سكان، منطقه ما فيهاش عمار. طيب ايه يا مستر رابع مشكله؟ ضعف التكنولوجيا المستخدمه في التعدين، حيث تفتقر بعض مناطق قاره اسيا الى التكنولوجيا وتدريب العماله في مجال التعدين مقارنه بالتقدم التكنولوجي في اوروبا. يبقى انا كده خدت اربع مشكلات عايزين نتناقش فيهم. واحد، حدوث تغيرات مناخيه بسبب ان النشاط التعديني بيطلع ثاني اكسيد الكربون. اثنين، بنستخدم بعض مواد كيميائيه في التعدين الباطني او السطحي، وده بيتسرب بالامطار الى المياه الجوفيه او الانهار. ثلاثه، ارتفاع كبير جدا في تكاليف الاستخراج في قاره اسيا او في قاره اوروبا، وارتفاع العماله كمان ده مقارنه باسيا. ضعف التكنولوجيا في اسيا مقارنه باوروبا، واستنزاف العديد من الموارد المعدنيه في دول غرب اوروبا زي فرنسا وبريطانيا بسبب الاستخدام الغير مستدام. طيب مستر، انا راجل عايز اقول بقى معلومه اسرائيليه اعرفها. حرب روسيا اللي دايره دلوقتي بين روسيا واوكرانيا اثرت على استخراج الحديد والمنجنيز من مناجم اوكرانيا، وده بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وتعرض هذه المناطق للقصف عن طريق الطائرات. طيب انا عايز اواجه المشاكل بتاعه التعدين. يلا نحل يا شباب. بص بقى، قال لك القارتين مع بعض اطلقوا العديد من المبادرات زي استدامه المواد المعدنيه. مبادره يعني بيعملوا حاجه عشان يخلوا المواد المعدنيه مستدامه. واحد، الاتجاه نحو اعاده تدوير المعادن القديمه ناخدها نعمل لها عمليه انصهار وندورها. اتنين، البحث عن موارد بدائل للموارد النادره وتقليل الاعتماد عليها. انا راجل هدور على موارد بدائل للموارد النادره، يعني مثلا الكروم ماده خام حرجه قليله، اشوف حاجه شبه الكروم واستخدمها. بعد كده 3، استخدام التقنيات الحديثه لتقليل التاثير السلبي للتعدين على البيئه، استخدم معدات حديثه ما تلوثش البيئه. طب 4، اتوسع في استخدام الطاقه المتجدده في المناجم الخضراء، اعمل منجم اخضر طاقه متجدده عشان ما الوثش البيئه. واخر حاجه يا قلبي، ده طبعا المبادرات نزلت بالاربع حاجات دول: تدوير المعادن، البحث عن بدائل، تقنيات حديثه، والتوسع في استخدام الطاقه المتجدده. وممكن تعمل إصدار قوانين لحماية البيئة والآثار السلبية للتعدين زي قانون المواد الخام الحرجة الذي أصدره الاتحاد الأوروبي. ليه أصدره؟ لاستدامة الموارد المعدنية للأجيال القادمة. مستر، قولي لو سمحت إيه المناجم الخضراء؟ ده منجم بيستخدم أساليب تعدين حديثة وصديقة للبيئة لتقليل التلوث وتحقيق الاستدامة الأمثل للمواد المعدنية. كده يا مستر يبقى احنا فضل من عند ربنا خلصنا حاجه اسمها يا قلبي الدرس الثاني. اوعى تنسى المذاكره بالكتابه وتراجع اجزائك اول باول.
اشوفكم يا قلبي على خير. دمتم فائقين، دمتم سالمين، دمتم مسيطرين.